أعزائي، غريمي بيكتسح فيها ريال بالأربعة بقيادة الفتى المدلل لامين يامال بهاتريك عالمي بمعنى الكلمة. هاتريك بيدخله التاريخ حرفيا، وخلي بالك بدأ يكسر أرقام ميسي ولسه 18 سنة ما شاء الله بجد. طبعا أرسنال بيكسب ديربي لندن، وده يعني بعد ما كسب تشيلسي، وحرفيا عامل رقم قياسي تاريخي في الضربات الثابتة. أقسم بالله في حاجة غلط، الفريق ده مش طبيعي. طبعا السيتي لسه لازق في ديله، وده يعني بعد ما كسب ليدز يونايتد، ولسه الفرق 5 نقط مع ماتش مؤجل للسيتي. انما اليونايتد فبيعمل ريمونتادا على كريستال بالاس بقياده افضل لاعب في الفريق حاليا برونو. وطبعا في ماتش مليان بالاهداف ليفربول بيكسب وست هام 5-3، 8 اهداف في ماتش. نلعب دوره رمضانيه، بس الحمد لله وصل للادوار اللي تلعبوا دوري ابطال الموسم اللي جاي، وربنا يكملها على خير. ده غير الانتر بيبعد بصداره الدوري الايطالي، ويا دوبك لسه الميلان ونابولي بينافسوا بعض كده على المركز الثاني. ده غير ان العملاق البافاري بايرن ميونخ بيحسم كلاسيكو المانيا بعد ما كسب بروسيا في ماتش صعب، وهاري كين خلاص بيقرب من الحذاء الذهبي. انت فين يا عم هالاند؟ كالعاده هنتكلم عن كل الاحداث اللي حصلت، وبرضه هتاخد تحليل واحصائيات وارقام قياسيه انا واثق انك مش هتشوفها عند حد تاني. فانا بقى اوصل لك الفيديو، انزل اعمل لي لايك، والله العظيم يا جدعان اللايك ببلاش، واشترك في القناه وفعل زر الجرس، ويلا بينا. خلينا كده نبتدي كلامنا مع غريمي، لانه معلش اكتسح فيا ريال 4 في الكامب نو. ماتش اكيد كان نجمه الاول هو صاحب ال 18 سنه لامين يامال، اللي حرفيا سجل هاتريك اهداف كلهم اجمل من بعض. والله العظيم بجد كل مره بطلع اقول عليه بيلعب في اعدادات اللعبه، وحرفيا بيلعب في الاعدادات بجد. طب اقول لك على حاجه، تعرف ان لامين يامال بجلاله قدره اصغر لاعب في تاريخ برشلونه يسجل هاتريك وهو عنده 18 سنه؟ ده انا عايز اقول لك ان الاسطوره ذات نفسه ميسي ما عملهاش وهو عنده 18 سنه، وده ميسي. وبرده عشان ازيدك من الشعر بيت، ما تنساش انه سجل الهاتريك دوت وهو صايم. فورمه مين دي؟ بيفكرني بواحد كده كان بيلعب معانا الله يمسيه بالخير. مش مهم، انا عايزك بس تركز على الهدف الثاني اللي هو سجله، وازاي لامين يامال في وسط 3 لعيبه، ومعلش هقول لك برضه صايم ما شاء الله، يرقص الاول بكل سهوله، والثاني عادي يقول له تعالى انت كمان وراه، وبعدل الجسم اقسم بالله صعبه بمعنى الكلمه انه يخرج الكره من رجليه بالمنظر ده، ومع ذلك سبحان الله راحت. حتى كمان الانهاء في الهدف الثالث ليه، الحارس قفل له زاويه التسديد، ومع ذلك حطها من فوق رجليه بحاجات بسيطه، سبحان الله راحت. وده لسه بقول لك 18 سنه. طيب ازيدك من الشعر بيت، لامين يامال وصل للمساهمه رقم 100 ليه، وبرده زي ما بقول لك لسه ما شاء الله 18 سنه. متخيل يعني ايه 100 مساهمه في 166 ماتش يا جدعان؟ ما شاء الله مسجل 48 هدف وعامل 52 اسيست، ولسه زي ما بقول لك 18 سنه. عرفت ليه بجد هو فعلا بيلعب في اعدادات اللعبه ما شاء الله، يعني مش عايز احسده. لامين يامال قدر يصنع فرصتين في الماتش، وفي نفس الوقت عمل 6 مراوغات ناجحه، وبدا يستعيد فورمه الموسم اللي فات. اللاعب اللي بيراوغ وفي نفس الوقت ايجابي على المرمى. ومع كامل احترامي للجميع، لامين يامال انا اكاد اجزم ان لو فضل في نفس الفورمه ديت من هنا لنهايه الموسم اديله خلاص البالون دور مستريح. انت تعرف اصلا ان لامين يامال لحد دلوقتي في كل البطولات بيساهم ب 31 هدف مع برشلونه، ده يعني من بدايه الموسم. فعلشان كده بقول لك لو استمر فعلا من هنا لنهايه الموسم على الاداء ده، فسامحوني ادوا البالون دور مستريح. وبقولها لك من قلب مدريدي. معلش هسالك سؤال، في كام لاعب في العالم عنده رؤيه بدري في الاسيست اللي عمله لامين يامال، او حتى البري اسيست اللي عمله في الهدف الرابع؟ انا بالنسبه لي هقول لك كتير جدا عندهم نفس الرؤيه، بس هرجع اقول لك في كام لاعب في العالم يقدر ينفذ الكره ديت صح؟ هرجع اقول لك للاسف اسمه بدري وبيلعب في برشلونه. يا جدعان اقسم بالله لعيب لا يمس، ودايما الكره كده وهي في رجليه اعرف انه دايما هيديك حاجه مختلفه عن كل اللي بيلعبوا قدامه او حتى معاه. بدري حرفيا عمل اسيست خيالي لامين يامال، وبرده هو اللي عمل البري اسيست الكوندي اللي بناء عليها اللي لعبها ليفا، وليفا سجل الرابع. فانا بصراحه بحب اللعيبه اللي عندها رؤيه محترمه وفي نفس الوقت تنفيذ محترم. ما هو معلش الناس كلها بتشوف، بس مش كل اللعيبه بتنفذ اللي هي شايفاه. طبعا اكيد كل دوت يحسب لهانز فليك اللي حرفيا وصل للفوز رقم 75 ليه مع برشلونه، وده يعني في خلال 100 ماتش 75 فوز. انا عايز اقول لك ان البيب بجلاله قدره ما قدرش يحقق الرقم دوت مع برشلونه، يمكن بس الوحيد اللي عملها كان لويس انريكي اللي قدر يكسب 80 ماتش من اصل 100. طيب هقول لك على الكبيره، برشلونه مع هانز فليك مسجل 281 هدف في ال100 ماتش اللي هو لعبهم معاهم، يعني بمعدل 3 اهداف في كل ماتش. اقسم بالله يا جدعان غشم هجومي ما شفتوش عند حد في حياتي. حتى برايم البيب ذات نفسه ما اعتقدش ان كان بيلعب بالتطرف ده. فليك حرفيا عامل من الفريق اللي فيه شويه عيال صغيره واحد من اقوى فرق العالم، فاكيد لازم نشيد بيه. الفكره ان الماتش الجاي هيلاعب اتلتيكو مدريد في نص نهائي عوده الكاس، وللاسف برشلونه هيغيب عنه ديانج وليفاندوسكي، وما تنساش كمان ان ايريك جارسيا كان واخد طرد. فيعني بشكل عام تفتكر برشلونه هتقدر تعمل ريمونتادا على الاتليتي وتسجل 5 اهداف، وفي نفس الوقت بالدفاع
الدفاع اللي عندكم ده المفروض ما تلبسوش اهداف، فبصراحه شايفها مستحيله. بس يعني كلنا عارفين ان الكوره اصلا ما فيهاش مستحيل، والله اعلم ممكن هانز فليك يفاجئنا، مش عارف. بس يعني اعتقد ماتش هيكون صعب على برشلونه، وحاسس بصراحه ان الماتش بعيد. قول لي وجهه نظرك تحت في الكومنتات. طبعا نسيب اسبانيا ونروح لاقوى دوري في العالم، ونبدا اكيد مع ارسنال اللي كسب تشيلسي 2-1. بص هقولها لك كده بالفم المليان، ارسنال لو كسب الدوري السنه دي والله العظيم يا جدعان المفروض يدفعوا مرتب نيكولاس جوف اللي هو مدرب الضربات الثابته 3 اضعاف. وده يعني اكيد ما دام ما قلت لك كده تعرف ان ارسنال سجل الهدفين من ضربات ركنيه، تعرف ان ارسنال الفريق الوحيد اللي في العالم من بدايه الموسم لحد دلوقتي مسجل 32 هدف من ركنيات وضربات ثابته، يعني اجمالي 34% من اهداف ارسنال الموسم ده اقسم بالله جايه من ضربات ثابته وركنيات. عرفت بقى ليه لازم اداره ارسنال تدفع 3 اضعاف المرتب اللي بياخده نيكولاس جوف؟ والله العظيم يا جدعان ارسنال الموسم ده لولا الضربات الثابته والركنيات كان زمانه خسر ماتشات كتيره جدا، وكان زمانك شايفه في المركز الثالث او الرابع عادي. وده يعني لان الكرات الثابته خدمتهم كتير في الماتشات دايما الحاسمه في نهايه الدوري. ممكن فريق عادي يرخم عليهم وما يدهمش ضربات ثابته كتير او حتى ركنيات، فبالتالي اصلا نسبه الاهداف اللي بيسجلها الفريق من لعب مفتوح نسبه تعتبر مش كبيره، وكان ممكن زي ما قلت لك يخيش في ماتشات كتير. عايز اقول لك برضو ان هدف تشيلسي ذات نفسه برضو كان من ضربه ثابته، وبرضو والله العظيم لولا ديفيد رايا تشيلسي كان هيسجل عليهم حوالي ركنيتين، ومع ذلك رايا صدهم. ديفيد رايا برضو الموسم ده اقسم بالله انقذ ارسنال في ماتشات كتيره جدا. ماتش تشيلسي بس شال 4 كور محققين للتسجيل، ومع ذلك سبحان الله شالهم. الفكره برضو ان تشيلسي السنه دي في حاجه غريبه، وبجد مش قادر افهم كميه الطردات اللي خدوها من بدايه الموسم دي. يا جدعان اقسم بالله لعيبه تشيلسي عندها غباء غريب، وتحسهم بيلعبوا مصارعه بجد. لك ان تتخيل ان الفريق خسر 13 نقطه بسبب 7 حالات طرد حصلت للعيبه تشيلسي. متخيل يعني ايه 13 نقطه؟ بيدرو نيتو ما شاء الله واخد انذار وبيعترض على الحكم، فما يكملش يا عيني 3 دقايق بالظبط يروح يعمل تاكلينج على مارتينيلي وفي الاخر يتطرد. فانا بقول لك غباء غريب، وتحسهم كده عندهم لا مبالاه في التدخلات اللي هم بيعملوها. بس يعني استحقاقا قدموا ماتش كويس. بس هنرجع نقول في الاخر ارسنال كسب وحاليا متصدر الدوري بفرق 5 نقط ما بينه وبين السيتي، وما تنساش ان السيتي لسه فاضل له ماتش متاجل. انما مانشستر سيتي فبيكسب ليدز 1-0 بقياده الوافد الجديد سيمينيو. يا جدعان لحد امتى هنقول مانشستر سيتي الموسم ده يعتبر احسن فريق في العالم؟ قدر يستغل الانتقالات الشتويه اللي عملها وجايب ما شاء الله شويه لعيبه احتمال بنسبه كبيره يدوا له الدوري في نهايه الموسم. يعني معلش الهدف اللي سجلوه في ليدز يونايتد ريان شرقي لسه جاي من بدايه الموسم بيعمل باص خفيف لريان شرقي، وريان شرقي بيعمل عرضيه بلسم، وسيمينيو الوافد الجديد بيسجل. ده غير معاهم مارك جيهي، يعني 3 لعيبه جداد جايين الموسم ده هم اللي مساهمين في الهدف. وطبعا مش محتاج اكلمك على دوناروما اللي ما شاء الله كل ماتش بيعملوا تصديين او 3 عادي كلهم اجمل من بعض، وليه فضل كبير طبعا بعد ربنا ان السيتي حاليا بينافس على الدوري. ريان ايت نوري عمل ماتش عالمي، ومش محتاج اقول لك ان هو عمل الاسيست، ومجرد ظهير ايسر عادي عمل 6 مراوغات ناجحه في الماتش وكسبان 11 صراع ثنائي. ده غير طبعا تحركاته اللي بيعملها في ارض الملعب اللي حرفيا بيخلينا نقول عليه واحد من افضل الاظهره في العالم حاليا، وهو اصلا من ايام ويلفرهامبتون كان باين عليه انه فعلا طفره في مركزه. بس اتمنى الاصابات تبعد عنه ويفضل ماسك فورمه محترمه. انما اليونايتد في مسرح الاحلام ما شاء الله بيعملوا رومونتادا على كريستال بالاس وبيكسبوهم بنتيجه 2-1. ماتش اكيد افضل لاعب فيه هو برونو فرنانديز اللي ما شاء الله سجل الهدف الاول من ضربه جزاء، وصنع الهدف الثاني بعرضيه مثاليه بمعنى الكلمه وارتقاء عالمي وتوجيه بالراس من سيشكو اللي حرفيا منفجر الفتره ديت مع اليونايتد. الاسيست حرفيا اللي عمله برونو الكونيا اللي بناء عليها خد ضربه جزاء وتسجل منها الهدف الاول. دي حاجات برده ما بتطلعش غير من برونو. بس برونو اللمسه والرؤيه برده حطت كونيا في انفراد وخد منها ضربه جزاء. برونو حرفيا واحد من افضل صناع اللعب في العالم حاليا، ومش عايزك تنسى بالاسيست اللي عمله لسيشكو ده وصل للاسيست رقم 100 ليه مع مانشستر يونايتد، ويعتبر كده من ضمن 3 لعيبه في تاريخ اليونايتد مسجلين 100 هدف وعاملين 100 اسيست. مش عايزك تنسى السنه دي انه اكتر لاعب في الدوري الانجليزي عامل اسيستات برصيد 13 اسيست، وفي نفس الوقت هو تاني اكتر لاعب في الدوري الانجليزي الموسم ده مساهم باهداف في الدوري بعد ايرلينج هالاند. فعلشان كده بقول لك واحد من افضل صناع اللعب في العالم حاليا، واكيد يعني مفيش خلاف على برونو. الفكره يا جدعان ان اليونايتد اصلا مع مايكل كاريك حرفيا عامل نتائج مبهره، نتائج واداء بصراحه انا مبسوط بيهم، واتمنى اكيد اليونايتد يرجع تاني لمكانته لانه بيدينا كده احساس يعني
حلو. مايكل كاريك كان مستلم الفريق وهو في المركز ال 19، فسبحان الله كسب السيتي وارسنال وكريستال بالاس وويست هام وايفرتون وتوتنهام، وما شاء الله من المركز ال 19 خدهم من المركز الثالث. فعلشان كده بجد مقدم عظمه، وانا بصراحه مبسوط بالاداء اللي هم بيعملوه، بس اتمنى يعني يكملوا على كده من هنا لنهايه الموسم علشان نشوفهم في دوري الابطال الموسم اللي جاي، واعتقد باذن الله يعملوها. انما ليفربول فبيكسب ويست هام 5-3 وحرفيا بيصعد للمركز الرابع، مركز مؤهل برضه لدوري الابطال. الفكره يا جدعان ان الواد اكيتيكي ده المفروض في الاساس كان جاي يقعد دكه الازاز، فسبحان الله من بدايه الموسم يعتبر هو افضل لاعب في ليفربول. اكيتيكي قدر يسجل هدف وكمان صنع هدفين، وقدر يسجل 11 هدف مع ليفربول الموسم ده، ويعتبر هو اول مهاجم في ليفربول يسجل 11 هدف في اول موسم ليه بعد اكيد الجليادور لويس سواريز. سبحان الله من لعيب جاي يقعد دكه لانفجار بمعنى الكلمه. انما عندك في ايطاليا فالانتر بيفوز على جنوا 2-0 وبيوسع فرق النقط ما بينه وبين الوصيف ب 10 نقط بالظبط. دي ماركو كالعاده هو نجم الانتر الفتره الحاليه، وقدر ان هو يسجل هدف من الهدفين اللي جم. الانتر طبعا بعد ما روح بخروج كارثي قدام بودو جليميت في ملحق دوري الابطال، اعتقد ما عندوش حاجه ينافس عليها غير الدوري، وبنسبه كبيره خلاص يعتبر حسم. انما البيج ميلان فبيكسب كرومونيزي 2، واكيد الامير لوكا مودريتش لازم يسيب بصمته. والله العظيم يا جدعان مفتقدينه في الريال، ومش قادر افهم مين يجي في العالم يقدر يعوض لوكا مودريتش. ايام نابولي برضو بيكسب هايلس فيرونا 2-1 وبيوصل للمركز الثالث بعد نابولي. انما في قمه الجوله في ايطاليا فاليوفي بيتعادل مع روما 3-3، المدافع جاتي بيسجل هدف في اخر دقائق الماتش، وروما ما شاء الله اللي كان هيعمل ريمونتادا على جالاتا سراي في دوري الابطال حاليا ترتيبه السادس في الدوري الايطالي، وروما ما شاء الله الرابع. للاسف اليوفي ما بقاش اليوفي ولا حتى الدوري الايطالي بقى دوري ايطالي. اكيد برضو مش محتاج اقول لك ان باريس حاليا متصدر ترتيب الدوري الفرنسي وبفرق 4 نقط ما بينه وبين لانس. وفي المانيا اكيد ما حدش هيقدر يتكلم مع بايرن ميونخ اللي كسب بروسيا 3-2 كده على الماشي، وهاري كين برضو سجل له هدفين، وما شاء الله وصل للهدف رقم 30 ليه في الدوري. متخيل يعني 30 هدف ولسه مكملين. حاليا هاري كين يعتبر اكتر لاعب في العالم حاليا، او بالاخص في الدوريات الخمسه الكبرى، مسجل اهداف ومتصدر ترتيب الحذاء الذهبي. والله اعلم لو كمل برضه على كده من هنا لنهايه الموسم، وكمان البايرن خد دوري الابطال، فاكيد مش هنستبعد هاري كين من البالون دور. قول لي برضه وجهه نظرك تحت في الكومنتات. بس بقى اعذرني لو طولت عليك، شاكد عليك اللايك والاشتراك، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.